النشا والليمون هتفتح بشرتك من 3 ل4 درجات، كل سواد في جسمك والبشرة تماما هتشيل كل التصبغات، هتشيل كل البقع العنيدة، هتشد البشرة من الخطوط. والتجاعيد هتزيل سواد الأندر أرم والبكين، وهيشيل يعني يخلي بشرتك تفتح 180 درجة. جربوها تعجبكم، ما تنسوش تتابعوني وتشيروا الفيديو وتصلوا على النبي في الكومنتات واشتركوا في القناة، ماشي، وشيروا الفيديو لأصحابكم كلهم علشان يستفادوا. يلا بينا، هنحتاج معانا ليمونة كبيرة. الليمونة من الحاجات اللي مليانة فيتامين سي، وكمان بتفتح التصبغات والبقع والكلف والنمش، وكمان بتوحد لون البشرة بيصفي البشرة، بس بجد بيخليها حلوة. لو بشرتنا حساسة ما نستخدموش طبعا خالص عشان ما يحصلش التهابات وحساسية. اعملي تيست صغير على البشرة بس كده من عصرة ليمونة وشوفي بشرتك هتتحسس ولا لا. لو التهبت او اي حاجة يعني احمرت او اي حاجة ما تستخدموش خالص. طب انا عارفة منين ان بشرتي حساسة؟ زي ما قلتلك تعملي تيست صغير في التهابات في نقط حمراء صغيرة او حرجان او لسعات كده، فعرفي ان بشرتك حساسة جدا من الليمون وما ينفعش انك انتي تستخدميه خالص. احنا هنا نعصر الليمونة، ماشي. انا عصرت هنا الليمونة وكمان شلت اي بذور فيها، ولو في حاجات صغيرة مثلا في العصير، لان انا عايزة الوصفة تبقى معايا ناعمة خالص ما فيهاش هنا يعني ما يبقاش فيها اي حاجة نهائي، ماشي. البذور يعني هبدأ اطلع البذور، وكمان هضيف معلقة صغيرة من النشا. هنا هي الخلطة الاساسية بتاعتنا. النشا والليمون دي من المكونات الاساسية في الخلطة بتاعتنا. هاخد كمان معلقة مليانة من النشا او هرمية من النشا، ماشي، او الكرون فلور. والنشا هنا من الحاجات الحلوة جدا جدا في التبييض. البشرة بيفتحها وبيعمل امتصاص للدهون الزيادة، وكمان بيفتح ويوحد لون بشرتك. فبصراحة الخلطة النهاردة حلوة قوي جدا، تبيض من 3 ل4 درجات، وكمان هتبقى النتيجة سريعة جدا. هنا جلبتهم كويس لحد ما وصلوا معايا للقوام الكريمي. واهم حاجة هنا ادمج الليمون كويس بمعلقة النشا زي ما انت شايفة. واهم خطوة بعد كده هضيف عليها نص كوب من المية من الحنفية، تكون مفلترة او مغلية وبردت، تمام. وهنبدأ هنا اقلبهم كويس لحد ما يوصلوا معايا للقوام اللي انت شايفاه ده، شبه الحليب كده بالظبط. هنا قلبتهم كويس جدا لحد ما اتأكدت ان كله دخل في بعضه. وهبدأ ان انا هنا افضي الخليط ده معايا في البراد بتاعي، لاني عايزة ارفع على النار لحد ما يوصل معايا للقوام الكريمي او قوام يكون مسه كده ناعم. فهنا ان شاء الله الامور يعني انا شايفة انه هنا في يعني صفيه، يبقى في صافي خالص ما فيهوش اي شوائب، ماشي، لانه بيفرق بجد. الخليط بتاعي على نار هادية لمدة 3 دقايق لحد ما يوصل معايا للقوام الكريمي. وبعد ما نرفع النار هنبدأ هنا نعمل اهم حاجة. هنجيب معانا صابونة انت بتستخدميها لوشك او لجسمك، صابونة انت بترتاحي لها عموما، ابشر منها حوالي معلقتين صغيرين من بشر الصابونة. والصابونة هنا هتبقى من الحاجات الجميلة، بتفتح البشرة بسرعة جدا وبتشيل اي زيوت بتبقى في الجسم او البشرة، وبتفتح البشرة وبتوحد اللون. ودي طبعا من الحاجات الحلوة قوي اللي بتدي يعني للبشرة او تخليها نظيفة. يعني انا اخدت معلقتين مش اكتر، ماشي. خلاص الخلطة بقيت القوام الكريمي، نزلتها ازاي؟ طبعا هنا خليط سخن جدا، تخليه معانا ويطلع منه البخار لان هو سخن جدا. اول ما يبرد اضيف المعلقتين الصابون. انا هنا اللي بشرتهم دلوقتي من النوع ده بيدوب بسرعة، فانت لازم تكوني حاطة الصابون على طول على خليط وهو سخن، لان في صابون بيدوب بسرعة، ما حطوش وهو بارد يا جماعة، ماشي. وهنا جدا بعد ما يدوب معاكم ما يبقاش فيه كلاكيع او تكتلات في الخلطة. هنا افضل اقلب فيها شوية
لحد ما الصابون يدوب معايا خالص وتبقى كده دايبة دوب. وصل معايا للقوام اللي انا عايزاه خلاص كده، ما بديتش افرق الخليط من الصابون. هسيبه يهدى وترتاح الخلطة وتبرد حبة لحد ما اعمل الخطوة التانية. الخطوة التانية هجيب معايا بولة هنضيف فيها معلقة من النشا ومعلقة صغيرة من مية الورد. دي لها فوائد كتيرة في تفتيح البشرة أو في تفتيح الجسم عامة، جميلة جدا للبشرة خصوصا اللي عنده مسامات واسعة. عندنا بشرة باهتة، بشرتنا فيها إرهاق، بشرتنا مش نظيفة، بينضف البشرة جدا جدا لأنه مية الورد حلوة جدا كمان كويسة. أما النشا هنا بيدوب دوب يعني بالمية الورد، وبعصر كمان من 5 ل6 نقط عصرات ليمون هنا. طبعا الأساسي هو النشا زي ما قلنا فيتامين سي، والنشا طبعا مبيض فوري. هقلبهم كويس جدا جدا وتمام كده يبقى معايا دهب بالشكل ده. يعني معلقة صغيرة من الحنة البيضة كمان هضيف عليهم، وده السحر. قلت لكم الحنة البيضة او عندك سواد السنين هيفتح معاكي. وحشني الحنة البيضة اصلا متخصصة في التجميل. وانا كده كملت الفوائد، او هكتب لكم او اقول لكم الفوائد. اكتبوا لي يعني في الكومنتات اللي انتوا عارفينه عنها. معلقة واحدة هتعمل عمايل رهيبة. الحنة البيضة بتبيض وتفتح وكمان بتوحد اللون وبتدي نتيجة جميلة جدا. مرة بجد من أول مرة تجربوها حلوة جدا جدا. أقلب فيها كويس لحد ما تبقى معايا قوام كريمي. وكده هضيف عليها معلقة زبادي علشان القوام يبقى كريمي خالص ويرطب لي البشرة جدا ويفتح البشرة وينورها، وكمان يقلل من المسامات الواسعة، وكمان ينظف لي البشرة من أي أتربة أو أوساخ. فالبشرة كده بجد يعني بتتنضف وبيقلل المسامات والزيوت في البشرة. هقلب كويس جدا لحد ما يوصل معايا لقوام كريمي. والوصفة دي يا جماعة جميلة جدا، جميلة جميلة بمعنى الكلمة. قلبتهم كويس. طبعا هعمل الماسكين مع بعض ولا ماسك واحد وماسك واحد. بصوا هنا هفضل انا عملت الماسك وبعدين بعد شوية عملت الماسك التاني، نتيجته بقت روعة واروع. لو حابة تستخدم الماسك النهاردة وماسك بكرة مفيش اي مشكلة. لو انت بتستخدم الماسك مرتين في الاسبوع، واحد بتعمليه مرتين في الاسبوع وواحد التاني برضو مرتين، فكده برضو مفيش مشكلة براحتك خالص. المهم ان انت تقدري تستخدميه امتى وهنا ازاي. هنا قلبته كويس لحد ما القوام بقي تقيل وكريمي. هقدر احتفظ بيه كمان في التلاجة يقعد معايا اسبوع لحد ما النتيجة يعني تظهر نتيجة، يخلي النتيجة كمان حلوة جدا. تعالوا نجربه. انا اللي هعمله غسلة بشرتي كويس نظيفة وده اهم حاجة. هحط الماسك وهعمل افرده يعني على ايدي من ربع ساعة لنص ساعة هسيبه تمام. هيجف معايا ولما يبدأ يجف اغسله كويس. وكمان بستخدم مرتين في الاسبوع. حلو جدا الشكل بتاعه والقوام ملمسه ناعم وانتوا شايفينه. حطيته في التلاجة وهجا يجمد معايا شوية وبعدين